أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه على هامش ندوة فكرة الدولية الخاصة بالإبداع وتقاسم الأفكار وتطويرها. ومعنا في هذا اللقاء باحثان هما الدكتور بالقاسم هبة كبير موظفي مؤسسة جوجل، والدكتور نور الدين مليكشي وهو عالم فيزياء وعميد جامعة ديلاوير ستيت الأمريكية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور بالقاسم هبة. تنتهي اليوم ندوة فكرة الدولية، كيف يمكن الاستفادة منها على ضوء النقاشات والتجارب التي عرضت على مدار يومين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكرا للضيافة. فكرة يعني أن هي الفكرة تنبع اللي يعطي تفاؤل للناس. هي اجتمعوا الناس من نواحي الميادين، من الآرت، الفيزياء، رجال أعمال، وهذا وخاصة للشباب، أنه الشاب باش اللي كان يخصه هذاك التفاؤل يلقى وسيلة اللي يعطيه التفاؤل، باش اللي كان ناس جزائريين مثله داروا أشياء، فهو من الممكن يقدر يدير نفس الشيء. هذه يعني النقطة الأساسية من الفكرة. كما قال بالقاسم، السلام عليكم. ويعني فخر لنا باش نكونوا معكم هنايا في بلادنا. أنا في رأيي يعني الفكرة هذه مبادرة هامة ومبادرة مليحة بزاف للشباب بالخصوص، لأنه يعني كما قال بالقاسم يعني فيها ناس من كل جوانب، ماشي غير ساينس، فيها ارتس، فيها تكنولوجيا، وهذا يعني تعطيها حاجة مليحة هايلة بزاف. دوكا كيفاش يعني السؤال تاعك كيفاش تجوز من الإطار غير فكرة باش تولي يعني حاجة في الطابق. وانا في رايي باش هذه تصرى لازم يكون عندنا يعني بلان، حاجة بلان very clear، تخطيط يكون واضح بزاف. وهذا التخطيط يلزم له لازم نحضروا، يكون فيه يلزم الوقت، شويه وقت نحضروا كي يكون عندنا التخطيط هذا، ونتكلموا مع الشباب، ماشي غير حنا نحضروا، نتكلموا ونسمعوا للشباب، بس حنا كي نتكلموا حاجه، ولكن لازم نسمعوا للشباب ما هما المشاكل تاعهم، ما هما يعني واش يحبوا يديروا. ولكن الحاجه الكبيره اللي حبينا نعطوها للشباب، ونظن يعني حاجه هامه بزاف، لان الناس اللي نجحوا بالقاسم واخرين في امريكا ولا في فرنسا ولا في الجزائر، حتى الناس كانوا في الجزائر يديروا خدمه هايله هنايا. هذا الناس هذو لازم ما همش ناس كما عاديين، يعني الطفل الجزائري ولا الطفله الجزائريه لو كان عندها حلم ويكون عندهم حلم، وان شاء الله لو كان عاونوهم شويه ونديروا لهم مناخ اللي ينجموا يديروا باش الحلم تاعهم يوصل ويلزم ينجحوا ان شاء الله. يقودنا هذا الحديث للتطرق لمسألة مهمة، وهي البيئة العلمية. هل البيئة العلمية الآن في الجزائر تساهم وتساعد على بلورة أفكار جديدة تفيد المجتمع؟ أي شيء باش تغرسه، حتى لو كان شجرة تحب تغرسها، لازم تكون في المناخ تاعها، لازم الأشياء اللي لازم باش تنبت فيها. فالأشياء اللي ستارت اب هذه اللي يسموهم، ولا التكنولوجيا في حد ذاتها، لو كان ما يكونش المناخ موجود عمرها ما تنبت ولا تخرج. فمن المهم يخص المناخ، يعني غير موجود، المناخ الملائم غير موجود. ولكن كان نتفكر من وقتي أنا كان غير موجود بتاتا، على الأقل حاليا كان شوية فيه تحسن شوية. ففيه عندك مناخ أنك مثلا كيف تدخل الجامعة، تدخل مع المجتمع. عشنا الجامعة عايشة في قوقعة وحدها، ما عندهاش علاقات خارجية مع وتصدر للمجتمع وتشوف المجتمع شو يحوس. فباش الاختراع، مش الاختراع باش تخترع وتدير انوفيشن ولا دير، الفائدة منها أنك تحسن حياة المجتمع. هذا من ناحية الاختراع. فلازم مش يكون غير في التكنولوجيا ولا في الاشياء، في الطب ولا ذا، تكون في الفلاحه، تكون في الماء، تكون في السكن، تكون في الارض، تكون في اي شيء. لازم تعطي للناس، الولد ولا البنت كي يكونوا صغار، يقعد يطلع في الحياه تاعو،
في الدراسة تاعو على باله كي تجيه فكرة وين يروح مثلا، وين لازم يسجل، وين لازم يلقى الأموال، شكون اللي يعاون. فهذا لازم يكون واضح. إذا عاد الواحد مثلا أنا راني في الأمريكان يجوني حوالي 100 ايميل في النهار، الناس تحوس لقى لي دراهم، راني نحب ندير هذه، عندي فكره. فلا داعي يكلموني انا الامريكان، باش لازم تكون مكان هنا وين تكون واضحه. اذا عاد مش واضحه للشعب اللي انا في الداخل، فهذا مشكل، هذا المناخ. وما كانش حاجه تمشي بغير اموال، لازم تكون الاموال موجوده، وخاصه اموال الشخصي مش الحكومه. يعني الدافع نتاع الحكومه شيء، والدافع تاع الشخص شيء. الإنسان الشخص اللي عنده الأموال الدافع تاعه هو يكون ولث، ما باليش يقول الولث، الثروة. يحب يدير ثروة، والحكم يحوس على شوماج، يعني يحل مشكلة البطالة. فكل واحد عنده مشكلة يحله. فاحنا ماذا بينا في الجزائر يحوسوا على الثروة، لازم نكون ثروة داخلية. هذا يعني غير نفطية يعني. غير نفطية يعني. أنا في رأيي يعني لازم يكون في تحسن، يعني بعد هذه المرحلة اللي جوزنا فيها مش مليحة هذيك، دوكا فيه تحسن، ولكن هل التحسن اللي فيه اللي كاين يعني راه يشد كل مجتمع، ولا تحسن غير في يعني الجزائر وهنا وهنا وهنا؟ ما نعرف. هذا يعني سؤال نطرحه. السؤال الثاني أنا في رأيي ثاني، باش نحضروا على الشباب الجزائري إن لازم المدرسة الجزائرية تعاون أولادنا وبناتنا باش يكون يعني المخ تاعهم، الرأي تاعهم يكون مفتوح. critical thinking in English. الرؤية النقدية هذه مهمة بزاف، لأن الطفل كي يتعلم ولا كانت يعني ساينس أو تكنولوجيا، ما هيش حاجة اللي جست احنا نمبورتوها، ما هيش حاجة اللي نجيبوها من الخارج. لازم احنا نولوا نخدموها، وحنا اللي نلقاو الحلول للمشاكل تاعنا في الاقتصاد، في الفلاحة، كما في الفلاحة، في الطب ولا آخره. ولكن هذه تبدأ في المدرسة. في المدرسة كي يكونوا صغار في المدرسة لازم نديروا هذا critical thinking، هذا يبدأ ثم باش الناس تفهم باللي ماهيش احنا ماشي احنا غير on consume knowledge، we don't just consume knowledge، نتعلموا knowledge. وحنا عندنا تاريخ، احنا التاريخ وريت لك مقبله يعني في البرزنتيشن تاعنا عدد علي بن فرناس كان باب الحي. احنا تاريخ المسلمين وهذه المنطقه هذه يعني ديرنا حوايج في بكري اللي الناس كانت تخسر فينا، تقول شكون كيفاش داروا هذا، وحنا درنا التكنولوجيا بزاف. يعني حتى كما قلت لك ابن فرناس هو الاول ما كانش يسكن بعيد علينا، هو منها مغربي. دونك وهذه تبدا كي الذراري كي يكونوا صغار يتعلموا بلي ماشي غير اعطيهم ويتعلموا، لازم يخموا ويعرفوا يسالوا الاسئله، لانه الساينس والتكنولوجيا والابداع لازم تعرف تسال الاسئله. انا كي نهضر مع خويا هنا بالقاسم كي نقول له ما هو المشكل، هذيك سؤال، وكيفاش نديروا نحسوا هذا سؤال، لماذا نديروا هذا سؤال. لازم تعرف تسال، وكي تسال تلقى من بعد يعني دي اوبورتونيتي. دكتور مليكشي أشار إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي جزء من المشكلة فيما يتعلق بالنظام التربوي والتعليمي في الجزائر. ولكن هناك من يقول أن هناك جانبا آخر يتعلق بالإيمان بالبحث العلمي. كيف ترى هذه المسألة دكتور بالقاسم هبة؟ بين قوسين نزيد على وش قال المدرسة الجزائرية، وهذا نرجعها من حالة عينك. حتى رحت لأمريكا وفي الجامعة باش عرفت باللي ما عنديش ثقة في نفسي، فتعلمت في الجامعة باللي هذيك ثقة في النفس. فالمدرسة دور المدرسة ودور الجامعة مش غيقريك يدير لك إكس وإيكراك وشيء، الثقة في النفس باللي عندك فكرة كيفاش ديرها، هذه مهمة كثير. فكثرة الشباب يقول لك واش يديروا لنا وكيفاش ندير وهذاك ما دارليش، لكن تطرح باش الناس يحلوا لك المشاكل تاعك، الثقة تاعك بحد ذاتها راحت من نفسك. نرجع للسؤال تاعك، الإيمان بالبحث. الإيمان كاين هو مشعب شوية المشكل، فموش غيتامن بالبحث العلمي يجي
كان اشياء كثيره تحل، كان بوش اند بول كما يقولوا بالانجليزيه. فكان من ناحيه هذيك انت تدير البحث العلمي، ومن ناحيه اخرى انه المجتمع كي واحد جزائري او جزائريه تصنع شيء لازم المجتمع يشريه. لو كان المجتمع الجزائري يشوف حاجه مخدومه في الجزائر وما يصنع وما ياخذهاش، نشوف مثلا في البارح في المحاضره وراو الاختات واحده من تقورت وواحده من تمرست يديروا في صناعه تقليديه، وعندهم صعوبه كبيره باش يبيعوها في الجزائر والناس يشوفوها في الخارج. اذا عاد المجتمع في حد ذاته هما ما يعاونكش فيخلي تدهور في الحاله، يعني او مش غير عنده حل نقطه باش تحلها غير من ناحيه او واحده فقط. أنتم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لديكم برنامج أو مبادرة خاصة تعتزمون إطلاقها بعد ندوة فكرة للم شمل الباحثين والإطارات الجزائرية في الخارج؟ يعني احنا يعني تعطي لي فرصه باش نتكلم على الجانب هذا. يعني قبل ما نتكلم على الجانب هذا لازم نقول باللي ونظن يعني واش نقول صحيح، ما ظنيتش كاين جزائري والا جزائري في الخارج ولا في البلاد اللي ما يحبش يعاون البلاد تاعو كي يكون عنده حاجه يعني باش يعاون البلاد تاعو. لان الجزائريين اللي نعرفهم في امريكا ونعرفوا الجزائريين يحبوا يعاونوا ويحبوا يديروا حوايج. وفي هذا النطاق حنايا هذا وين تكونت يعني عندها سنوات، ولكن عاودنا الاخر تاعها كونت اون فونديشن مؤسسه تاع الجين امريكان، سو الجزائريين الامريكيين، باش نخدموا على ساينس تكنولوجي اديوكيشن وكالتشر. هذه المبادره هذه، وبالقسم هو يعني ثانيت معنا تاع جزائريين في الولايات المتحده باش نخدموا مع الجزائر على المشاكل هذو، مشاكل التربيه، مشاكل الساينس التكنولوجيا اند سو فورث. ولكن ماذا بيا نولي الحاجه اللي في رايي مهمه بزاف، وهي ان الطفل والطفله الجزائريه لازم يمنوا بروحهم، لازم يمنوا بنفسهم، هذه وحده. ولازم يكون هذاك المناخ اللي تكلمنا عليه. ولكن ثاني حاجه اخرى اللي حسبي مهمه بزاف كما قال بالقاسم، الجزائر يعني المدرسه الجزائريه في حدها وحتى الجامعه الجزائريه، انا في رايي انا في جامعات واش صبحت ولات ان فلتر، فلتر سو تروح تمشي هكذاك ومن بعد فلتس اللي تنجم تجوز ما نجمش روح السلام عليكم قال على خير الله يعاونك. ولكن الانسان ما يتعلمش، كل واحد يتعلم بصفه واحده. ما احناش كاع كيف كاين اللي بالك يزيد شويه واحد يعاونوا شويه زياده، كاين اللي واحد شويه وقت اكثر، كاين اللي واحد شويه نقصان. هذه كاع ما كاش. احنا ما عندناش هذه الفلكسيبيليتي هذه باش المرونه باش نعاونوا الاطفال، لان كل واحد اللي عنده شويه مشاكل هكذا. تكلمت لي قبيله علاش نجم حبست انا في باب الزوار، حبست لانه ما كنتش نوصل ماشي غير انا يعني كانت الكل اللي يسكنوا ايست باب الزوار، ايست رويبه رغايه تيزوزو ثنيه بدوه، هذوك كي نجوا ما نلحقوش الصباح اللي يكون الصباح اللي كان كيفاش تنجم تقرا. وراحنا شفنا يعني الاخرين وهذا باش يحبسنا ترى ما حبوش يحبسوها، المطار هذا ما حبوش يحبسوه لأنها من بعد صعبت. ولكن في ذاك الوقت كاين الشعب، كاين الناس، كاين العائله، كاين الاخوال، كاين عمات، كاين الجيران اللي كل يقول لك يا ودي زيد اقرا وزيد واصبر حتى الحمد لله كانوا الناس اللي يعاونونا وعطونا شبره في الجزائر ومن بعد كنا نقراو. ولكن كنا يعني كاينين نقول لك هذو كل واحد عنده مشاكل تاعو لازم نشوفوه، كل واحد المشكل تاعو ونحوسوا نحولوا له. على بالي بلي هذه كي نديروها تطلب يعني ثمن كبير بزاف، ولكن الثمن في التربيه ماشي حاجه راك تلوح فيها. كاين انجليش يقول لك if you think education is expensive try not to be educated. try وتشوف واش يصرف في المجتمع. بهذا المثل الإنجليزي نصل إلى نهاية هذا البرنامج. شكرا لك دكتور نور الدين مليكشي، عالم فيزياء وعميد جامعة ديلوير ستيت الأمريكية. الشكر أيضا موصول للدكتور بالقاسم هبة، كبير موظفي شركة جوجل. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.